ماتش الاهلي وبيراميدز بكره ما ينفعش الاسم على اتنين نهائي. الاهلي حط نفسه في موقف لا يحسد عليه، مش فكره التعادلات بس، فكره الاداء، فكره ان في مدرب مش مطمنك، فكره ان في قلق برضو عند نجومك، شويه شغالين وشويه لا، بعض النجوم ما جوش خالص زي تريزيجيه. فانت عارف انت الموضوع مقلق. اول ماتش كبير خلاص، هو حتم بقى كبير، بيراميدز من الفرق الكبيره في مصر وفي افريقيا بادائها وبالتيم بتاعها بالسكواد بتاعها، ماليش دعوه بالتاريخ او هي عن العمر بتاعها قد ايه يعني. انما كتيم لا، تيم كبير وتيم صعب، وعندهم بدل ال الواحد اتنين وتلاتة في كل مركز. فاللي عايز اقوله ان الاهلي بكره في اختبار طمأنينة لجمهوره. ريبيرو حطنا في حتة وحشة قوي، يعني انت عارف حطيتنا فوق في يعني كذا ماتش اللي فاتوا دول كنت تقدر تعمل حاجة، حتى عارف لو بتفوز، يعني لو انت حالتك ان انت بتفوز الجماهير كانت عادي، زي ما كولر كان اداؤه كتير وحش بس كان بيعرف يفوز، فكان الراجل ده يغفر له الحوار الاداء شوية. انما انت للاسف ولا اداء لغاية دلوقتي، طبعا عشان ما نظلموش، ولا اداء ولا تكتيك في قلب الملعب ولا فكر باين، مفيش الا جملة ان انا يبقى في ضربة ثابتة اباصيها للي جنبي واللي جنبي يباصيها، مع ان زيزو على طول بيرفع. فيعني الاهلي في موقف لا يحسد عليه. وفعلا زي ما كابتن شوبير قالها، ماتش بكره هيحدد معالم النادي الاهلي، لا اما الاستمراريه مع روبيرو، لا اما هتبدا الانخفاض التام خالص وقله الثقه مع الراجل ده. فربنا يسهل كده وظننا خيب، والراجل ده يعمل معانا تاريخ اسطوري زيه زي كولر وزي مانويل جوزيه باذن الله. السلام عليكم.